النهارده ان شاء الله يا شيخ محمد احنا هنحشي التريبيانكو. احنا معانا 10 عروق اهمت او 8 عروق عاملين 10 كيلو. تمام؟ دي عروق هندي هندي. تمام؟ بص يا شيخ محمد، ده ممكن يتخرم بالمستحب، ينحشي فلفل اسمر حب، توم حصى، واخد بالك، وجزر اصفر. وممكن لو الفلفل الطويل الاخضر ده بتقطعه شرايح وتحشي. لما تيجي تقطع الشريحه تلاقيها صفرة وبيضه من التوم، سمره من الحب من الفلفل الاسمر، خضره من الفلفل، واخد بالك، تلاقي شكلها حلو. بس عامه دايما يعني احنا ايه بنحشي جزر عامه. ممكن نحشي فستق. والله ده حسب الامكانيات حسب بقى. الامكانيات. حسب الامكانيات يعني. معلش مش هتروح عند راجل في فرح وتدي فستق للحم، انت واخد بالك. ده احنا بنجيبه المستحب اهو. المتعارف عليه طبعا الجزر بيدي شكل لطيف برضك وحلو، بس طعمها بتوم برضك عشان الريحه والطعم برضك. تمام اهو بالمستحد او بسكينه رفيعه، بس يفضل المستحد لان السكينه هتقطع اللحمه وانت داخل فيها. اهو بص يا محمد، اهو اهو اهو. تمام اهو، اهي عدت معانا اهي شغاله زي الفل. تمام، خدناها لحد هنا ونيجي من الناحيه الثانيه نفس النظام وناخدوها. تمام، ده برضه اهوت، واخد بالك اهو. اللهم صل عليك يا نبي. وبيفرق في الطعم الجزر يا ابو شهد ولا؟ والله مش عمليه بيفرق في طعم، هو بيدي منظر بس. هو بيدي منظر بس عشان ما نضحكوش على الناس. هو بيدي منظر بس، واخد بالك اهو. طبعا برضو كل واحد حسب امكانياته يعني. والجزر عشان مقطوع لو جزرها سليمه تخش جري، انما الجزر بص عشان ضعيف من اقل حاجه بيتقطع اهو. بص يا محمد اهو، بص كده يا محمد، احنا معانا توم اهو اهو محمد اهو. ادي التوم اهو، وادي العرق اهو اللي حشانا. ونيجي ننزل دي زي ما انت. وادي الحطيت جنبك. بص يا حمو كده اهو. وادي حبهان الشيف محمد، احط شويه حبهان كمان اهو اهو. وادي العروق اللي اتحشت رخر اهو. بص يا محمد، طبعا احنا ممكن نلفوه بطباره برضه يا محمد، يعني في ناس بتلف العروق دي بطباره. الاصول ان هو يتلف بطباره، واخد بالك. بس العروق هنا ايه ما شاء الله عليها يعني اهو. بص كده بعد ما بيتحمر يا محمد ممكن نحط عليه كباب حله ونسويهم الاثنين مع بعض، انت واخد بالك. نسويه مع الكباب او نشيله ونسلقه في حله، في شوربه لوحده مثلا، او في حله فيها شوربه او ميه، يعني شوربه مكان لحمه او ميه. وممكن ايه بعد ما نحمره نسويه مع كباب الحله. بس انا يفضل ان احنا بنسويه مع كباب الحله عشان ياخد طعم بتاع الكباب بالتوابل ببهاريز اللحمه كلها. وبعد كده يطلع يبرد، وممكن يخش ثلاجه ويطلع يبرد. وبعد كده ايه نقطعه بقى شرايح رفيعه خالص بالجزرايه كده اهو. طبعا دول سمنه حلوب يا محمد، دي سمنه حلوب على توم على ورق لورا على حبهان على جرفه عيدان، خد بالك. بص كده اهو. بص العرق بدأ يشد الزمن من التحمير اهو. اللهم صل على النبي.
طبعا احنا عشان الوقت جبنا الثلاث عروق دول بس ايه، والرجاله بتحشي، الشيف محمد بيحشي في العروق الثانيه قبل ما تخلص عشان الوقت اهو. اهو ادي واحد كمان يا محمد. شوف لونه بيتغير ازاي من الصدمه اللي بياخدها والتحمير اهو. شغاله بكده. اه يا باشا اتوكل على الله. طلع الصوت لوحده. اللهم صل على النبي. شايف يا حمو؟ بص كده يا محمد، بص يا حمو كده انا حمرت تمام. انا ممكن نطلعه على كده وننزله سليجه، وممكن ننزل عليه ميه هو على كده تمام. كباب الحله ننزله عليه يستوي، بس انا مش هنفضل نجيب كباب الحله ننزله عليه عشان كتر السمنه. القدام ده كله هيطلع فين؟ الصوص بتاع الكباب نفسه. الله ينور عليك. هتيجي تغرق الطبق تبص تلاقي كل القدام ده عايم على الوش، وبعدين في سمنه بعد ما تبرد تجلط. واخد بالك؟ ده انا هنطلعه اهو زي ما انت شايف كده، هنيجي رافعه وحاطه فين؟ في السليبه بتاعت اللحمه. ممكن لو عندك كباب حله تحط فيه عادي. وعندي كباب حله، واخد بالك؟ انا ممكن ننزل بكباب الحله وننزل هو عليه، بس كميه كباب الحله اللي عندي شويه صغيرين فاهمني. بس انا ده هننزل ايه؟ طالما احمر كده انا سبيت المسافه بتاعته اهو، واخد بالك؟ ننزل كده ايه على السرير. اولا هو هيكون محتفظ باللون بتاعه تمام اهو اهو. الله ينور يا شيخ. حبيبي يا حوج اهو. اللهم صل على النبي اهو اهو. يفضل ان انا انزله مع كباب الحله عشان ياخد الصوص بتاعه والبهاريز بتاعت اللحمه والكلام ده ويستوي براحته، يطلع كده بيبقى حاجه ايه ما شاء الله عليه. واخد بالك؟ بص اهو اهو كده بقى هيستوي براحته اهو مع اللحمه اهو بالمره. بص يا محمد اهو، بص يا حمو كده العروق طلعت اهي اهي. اللهم صل على النبي اهي. واخد بالك اهو. طبعا احنا بعد ما خدناها من السليجه نزلناها كباب الحله شويه. بص كده بسم الله. بص كده يا حمو اهو، دي لحمه بارده اهي اهي. طبعا زي ما قلنا محمد هي ممكن تنحشي توم وتنحشي فلفل اخضر وتنحشي جزر وفلفل اسمر حب اهو. واخد بالك اهو تطلع كده محمد. وممكن تبقى ارج من كده كمان، يعني احنا بنقطعها ارج من كده اهي، تطلع زي ما هي كده. الحاج رامي اهو صاحب المناسبه، الحاج رامي شداد صاحب محلات لحوم شداد لحوم مجمده في ايطال البارود ما شاء الله. ربنا يبارك لهم ويكرمهم يا رب. الحاج تامر اخوه طالع عمره، فهم عاملين غدا بسماح ليا كده للناس تاكل بألف مليون هنا وشفا اهو. ربنا يتممكم على خير وعقبالك كده يا رب تعمل عمره وحاجه كبيره ان شاء الله، وعقبال ولادك اهو. صوره حمو اهي. تسلم.